بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الجو يبرد من هنا، لازم نعمل حمص الشام من هنا سخن كده ومشطشط. وهسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. تابعيني لاخر الفيديو علشان نعرف هنعمله ازاي سوا. معايا نص كيلو حمص الشام، 10 ساعات. انا بليته بالليل والصبح يدوبك غسلته غسلتين. وبعد كده بحط ميه على النار، ما يتبقاش كتير، يعني حطي حوالي كوبايتين ميه يغلوا غلوه. وبعد كده احط فيهم حمص الشام المنقوع، اقل حاجه 10 ساعات. ومعاهم بصلايه وفصين توم. هنقول بصلايه لا او فصين التوم لا، حطيهم وعلى ضمانتي، بجد بيديله نكهه الشارع وبيديله طعم وريحه حلوه قوي. وبعد كده نحط كوبايتين من الصلصة. لو مش هتحطي صلصة وما عندكيش، اضربي حوالي 5 طماطميات في الخلاط، عليهم معلقتين من الصلصة الجاهزة. بس حطيهم في الأول، ما تستنيش عليهم في الآخر كده. أنا حطيت الصلصة في الآخر لأنها اوريدي متسبكة، فبحطها في الآخر، ما بحطهاش في الأول. وهنا بعد ما استوى، ما أخدش حوالي ساعة إلا ربع، المية بتاعته طعمه خطير. الكمون ما بزودش الكمون في الاخر وانا بغرف وبحط الكوبايات، وكل واحد بقى على حسب بيحب الحمص اكتر بيحب المية اكتر. بنحط الليمون بعد ما بنغرف برضو، وسنة الشطة الجميلة. ألف هنا على قلوبكم. وخدي بالك ما تحطيش الليمون غير لما تيجي تصبي في الكوبايات علشان ما يمررش معاكي. والشطة اختياري. لو عجبتك الطريقة ما تنسيش تدعيلي دعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله.